Please, sir. Please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. ده كان آخر اتصال خرج من قرية أشلي قبل ما تختفي للأبد. أهلا بيكم وتعالوا النهاردة أحكي لكم عن حادثة اختفاء بلدة أشلي. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعوا لأخواتنا، ما زالت المحنة مستمرة، نسأل الله الفرج القريب. السلام عليكم. في أوائل الخمسينات مئات من الناس كانوا عايشين في بلدة ريفية صغيرة اسمها أشلي في ولاية كانساس الأمريكية، وفي ليلة من ليالي الصيف اتصالات غريبة بدأت توصل لإدارة البلدة. ناس بتقول في حاجات سودة ومرعبة ظهرت في السماء، وفي ساعات قليلة البلاغات بقت بالعشرات لدرجة إنهم صدقوا إن في كارثة غريبة بتحصل. الشرطة من بلدة قريبة حاولت توصل لأشلي، لكن الطريق كان يلف ويرجعهم مكان ما بدأوا، كأن البلدة اتقفلت عليها لعنة. والأغرب إن الناس في أشلي كانوا بيكلموا الشرطة ويقولوا الفتحة اللي في السماء كبرت والليل ما بقاش يخلص والبلدة كلها واقعة في ظلام دامس. بعدها بدأت الاتصالات تبقى مرعبة أكتر، أطفال بيتكلموا مع أهاليهم الميتين من ورا الأبواب، وأطفال اختفوا فجأة من بيوتهم كأن الأرض بلعتهم. وفي نفس اليوم الساعة 8:17 دقيقة وصل اتصال لشرطة هيز من واحدة ساكنة في مدينة أشلي اسمها إيلين كانتر، كانت بتبلغ فيه إن جيرانها السيد والسيدة ميلتون وأولادهم جيفري وبروك مفقودين ومحدش لاقي لهم أثر في البلدة كلها. عيلة ميلتون على حد وصف إيلين كانوا خايفين جدا من اللي شافوه في السماء، وحاولوا يهربوا بعربيتهم من البلدة تماما، لكن بعد ما سابوا البيت وبدأوا يتحركوا في طريقهم محدش لمح عربيتهم تاني ولا حتى شافوهم وهم خارجين بره حدود البلدة. شرطة هيز وقتها حاولوا يتأكدوا فعلا في حد جه من ناحية مدينة أشلي ولا لا، لكن لما راقبوا الطرق وسألوا كل سكان البلدة اتضح إن ولا واحد من سكان هيز لمح عربية بمواصفات عربية عائلة ميلتون أو حتى شبهها. ليالي طويلة عدت لحد ما النار نزلت من السماء والناس شافوا أحبابهم الميتين راجعين، بس راجعين بشكل مخيف. آخر مكالمة للشرطة كانت من ست عجوزة اسمها إبريل، كانت بتصرخ وتقول لقد عادوا جميعا، وبعدها الخط انقطع. ودي كانت آخر مكالمة من قرية أشلي من إبريل فوست. أسيبكم تسمعوا المكالمة وقولوا لي رأيكم. Hello, police department. Hello? Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir. Please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. What happened? Who came back? Everyone. Everyone? They all came in the fire. What do you mean, everyone? My son. I saw my son last night. He was walking down the street. He was burned. Jesus Christ, he was burned. Ma'am, He died last year. Everyone Are you came back? fucking listening to me? Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. They're looking for us. Ma'am, stay as quiet as you can. Don't make a sound. Stay absolutely still. Don't leave. Stay quiet. ولما الشرطة وصلت للمكان ملاقوش أثر للبلدة. بعد أيام قليلة زلزال قوي ضرب المنطقة. أشلي اختفت بالكامل، لا بيوت ولا ناس ولا حتى الميتين اللي في المقابر موجودين، بس في شق ضخم في الأرض بيغلي نار. من يومها ما بقاش في أي دليل يثبت إن البلدة دي كانت موجودة أصلا. القصة أول ما ظهرت على النت سنة 2012 على موقع كريبي باستا، من وقتها وهي لوس هل فعلا بلدة كاملة اختفت من على وش الأرض ولا مجرد أسطورة رعب معمولة بحرفية؟ لحد النهاردة محدش يعرف الجواب. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واكتبوا لي في التعليقات لو عندكم قصص تانية تحبوا احكيها.